جمعة مبارك عليكم إن شاء الله. وبعدين في موضوع جمهور الزمالك ده، وأنتم مش ناويين يا جدعان تعقلوا أبدا؟ إيه موضوع إمام جامع اتنقل من الزمالك راح للأهلي ولا من الأهلي راح للزمالك؟ أنتوا حتى كمان دي ماسكين فيها وعاملينها البانة وعمالين تتكلموا فيها. طب اللي لعيبة الكورة وقلنا أهو رياضة، ونتكلم في امام جامع راح من هنا لهنا، ايه المشكله؟ انا متاكد لو كان حصل العكس انتوا كنتوا هتعتبروها صفقه، ان احنا خدنا من الاهلي صفقه لان انتوا عقلكم بيهيئ لكم حاجات غريبه، عندكم هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه وضلالات ملهاش حل. ايه المشكله ان يروح عاملين فيلم ليه على الامام؟ امام راح جامع هنا لهنا، واللي يطلع يقول لك ما كان ودوه نادي الترسانه كان هيعدي الشارع. يا جماعه ايه يعدي الشارع ولا ما يعديش الشارع؟ راح حتى لو راح ودوه اسوان، هتفرق معاكم في ايه؟ بتفكروني بالظبط بلاعب حامد حمدان ما راحش الاهلي بقى حلو وعليه سكر دلوقتي وراح بيراميدز. ما حدش بيتكلم ان بيراميدز خد مكان الزمالك، ان بيراميدز دلوقتي بيكون لعيبه في مصر كلها، ان بيراميدز نادي الملايين. ما بتتكلموش عليه ليه؟ انتوا دماغكم بس في الاهلي. حتى امام الجامع يا اخي ده انتوا جننتوا الذكاء الاصطناعي. اللي بساله على قصه الامام اللي اتنقل من جامع نادي الزمالك لجامع نادي الاهلي ده في الجزيره، بيقول لي للاسف لا يتوفر لدينا معلومات عن لاعب اسمه امام جامع اتنقل من الزمالك للاهلي. حتى الذكاء الاصطناعي جننتوه. اعتقونا شويه. انا حتى برد عليه وبقول له يا عم ما فيش لاعب اسمه امام جامع، انا بقول لك امام مسجد. قال لي فهمتك انت تقصد امام جامع مسجد قائد الصلاه في المسجد. والله هو ده اللي انا اقصده. قال لي للاسف لا يتوفر لدينا معلومات بخصوص انتقال امام مسجد الزمالك ده شأن داخلي بين اداره الناديين. تقدر تروح تسال اداره الناديين، انا اروح اسال اداره الناديين؟ جننتوا والله، جننتوا الذكاء الاصطناعي. الموضوع مش مستاهل ومدينه اكبر من حجمه ليه؟ مصايب بتحصل عندكم دوروا فيها. هو قد كده انتوا فاضيين سايبين نادي الزمالك؟ فين حبكم لنادي الزمالك؟ اتعلموا من جماهير الاهلي. جلادين ما بيسيبوش ناديهم الا لما يقف تاني على رجليه. انتوا فين؟ انتوا بتدوروا بس على الشو والبروباجندا الاعلاميه. ما تدور على فريقك بيضيع، بيتمسح باستيكه، بيتسحب كده وبيراميدز بيخش مكانه. انا متاكد ان انا مش بتكلم بلساني بس، اهلاويه كتير مش عايزين كده. يا جدعان الكوره في مصر اهلي وزمالك، مش اهلي وبيراميدز. مين بيراميدز ده اللي لسه مواليد اول امبارح؟ اهلي وزمالك. مش عايز يظهر على السطح من جمهور الزمالك. تفهيم بس. ناس عاقلين كتير ليه مش بيتكلموا؟ ليه اللي متصدر المشهد هو التافه اللي بيهرتل واللي مش شايف غير الاهلي؟ يا عم اذا كنت انت مش شايف غير الاهلي ما تعمل زيه يا عم. الاهلي عمل ايه؟ اثبت عليه حاجه. ما فيش واحد طلع اتكلم على الاهلي كلمه دليل، ما جابش دليل. هات لي دليل واتكلم فيه. انما انت بس كل اتهامات وما فيش حد بيحاسبك. ما هو من امن العقاب اساء الادب. دور على ناديك. امام جامع ايه يا تافه؟ اعتبرتها صفقه هي رخره؟ ما تقول لي امام جامع وزيزو. جدعان العقلين من نادي الزمالك قولوا للناس دي تبطل الهبل ده شويه. صدروا انتوا المشهد. الزمالك بقى شكله وحش قوي.